اما اكلم الواد حسن اشوفه بقى هيعمل ايه في الجوله الاخيره. ما خلاص ختام الموسم. إن الهاتف الذي طلبته ربما يكون مغلقا، برجاء إعادة الاتصال في وقت لاحق. ايه تليفونه مغلق؟ يعني ايه تليفونه مغلق؟ هو ده بيعرف يقفل ولا يفتح موبايل ده؟ ماشي، هو شكله بيهرب مني خلاص عشان الموسم خلص ما عادش عايز حاجه مني. خلاص مش عايز حاجه من الواد حسن، اكلم حسين. هو حسين اللي هيرد عليا. إن الهاتف الذي طلبته ربما يكون مغلقا، برجاء إعادة الاتصال في وقت لاحق. برضه هو كمان تليفونه مغلق. ايه هو خلاص عشان الموسم خلص خلاص ما عادوش عايزين حاجه مني. خلاص ما قداميش غيره اما اروح اكلمه امر لله، اشوف جدي هيعمل ايه في الجوله الاخيره. محدش فارقه بقى، ما خلاص نهايه الموسم والموسم خلص. الو ايوه يا جدي. مين معايا يا جدي؟ وانا كل شويه هفكرك بيك، انت دايما بتنساني. البوب انا هفيدك. يا حبيبي فاكرك بس الصوت بعيد مع النصيحه جايب لاخر الشارع. ماشي يا جدي، انت بتتريق عليا بدل ما تقف جنبي وتساعدني. انسى بقى خلاص الموسم خلص. السنه الجايه بقى ببدا على نظافه، وبقى ساعتها ابقى اسمع نصايحي وما تعمليش فيها فلوطه. جدي الموسم خلاص خلص. انا ما فهمتش انت عايز ايه؟ عايز حسنه يعني مثلا، ولا عايز نديك عيديه تاني؟ ده كل مره تضحك عليا وتاخد العيديه مرتين. عيديه ايه يا جدي؟ عيديه ايه ده؟ انت اخر عيديه اديتها لي كانت في زلزال 92، ومن ساعتها قلت لي ما اقعدش مديك عيديه تاني عشان بقيت بتشائم. خلاص يا عم، وانت واد جاحد كده وبيتمرش فيك. انت ناسي الايس كريم اللي كنت بجيبهولك وانت بتبقى لابس شورت، ولما كنا بنبقى في الشارع وبتتزني وكنت باخدك ورا. خلاص يا جدي خلاص كفايه فضايح، انا غلطان انا اسف. حقك عليا. مش عايز حاجه مني؟ هات لي حرنكش. حاضر ماشي يا جدي. عايز حاجه تاني؟ ما تزعلش الموسم خلص. عايزك كده تضحك وتنبسط. اضحك يا واد ما تبقاش كئيب. حاضر يا جدي حاضر. عايز حاجه تاني؟ لا يا حبيبي تسلم. جدي ايوه هتوحشني قوي. وانت كمان هتوحشني. سلام يا حبيبي، خلي بالك من نفسك. يلا موسم خلص. موسم كان طويل، موسم كان صعب، موسم كان متعب، بس انبسطت بيه جدا معاكم، وجودكم معايا ووجودي معاكم. ويا رب دايما كده نكون مع بعض دايما كل موسم، وكل موسم وانتم طيبين. تعالوا نشوف مع بعض اخر حلقة توقعات عندنا الموسم ده، توقعات مباريات الجولة ال 38، ونشوف مين هيكسب مين هيخسر، ومين اللعيبة اللي ممكن يجيبها معانا في التشكيلة بتاعتنا، ونكابتن مين. يلا بينا. اهلا بكم جميعا مشاهدينا ومتابعين قناه برنامج البوب شو. اهلا وسهلا بكم معاكم في حلقه جديده من حلقات برنامج فانسي بريمير ليج، ووصلنا للحلقه الاخيره الموسم ده، حلقه التوقعات، اخر حلقه توقعات لموسم 2023 2024 من فانتزي الدوري الانجليزي الممتاز البريمير ليج. نهايه المفروض تبقى كويسه ان شاء الله، نشوف فيها نقط كويسه ونشوف فيها سهم اخضر باذن الله، ونيجي بقى اختموها مسك بقى وتبقى نهايه سعيده. ما احنا لو ما اتبسطناش في اخر جوله هنتبسط انت. في حلقتنا النهارده هنتكلم مع بعض ونشوف اهم توقعاتنا لبقيه الجوله ال 38، اخر جوله في الموسم، ونشوف مع بعض كده مين هيكسب مين هيخسر، وابرز الاحداث اللي ممكن تحصل في الجوله ديت، واللعيبه اللي المفروض تكون معانا في التشكيله بتاعتنا. بنسبه كبيره المفروض ما يبقاش فيها كلام 100% مضمون، لان احنا مش عارفين مين هيبقى فيه روتيشن، مين هيكون دكه، مين هيكون اساسي، وطبعا هنضطر نتابع التسريبات والكلام ده عشان نعرف مين التشكيلات، مين اللي هيلعب اساسي ومين هيكون دكه. وفي الاخر هيكون معانا ان شاء الله فقره نكابتن مين، اللي ان شاء الله بنسبه كبيره برضه هتفرق جدا في ترتيبك والرانك بتاعك الجوله دي. بس قبل ما اتكلم قبل اقول اي حاجه، ما تنساش كمان تعمل ايه بقى، واشترك معايا في القناه لو لسه ما اشتركتش معايا لغايه دلوقتي. هتلاقي الزرار مكتوبه لسه سبسكرايب، دوس عليه تفعله جنب كرسي التنبيهات، برضه دوس عليه تفعله للكل عشان اول ما اعمل اي حلقه جديده تجيلك على طول. ولايك وشير يا باشا التيم بتاعك ما تنساوش، لان ده بيساعد الحلقه والقناه تكبر وتنتشر وتوصل لاكبر عدد متابعين. طب بقى كده على السوشيال ميديا مش محتاج افكرك، فيسبوك انستجرام تويتر تيك توك موجودين في كل حته. خش اشترك معانا، اعمل لك في الاكونت عشان دايما تبقى متابعني كل جديد بجديد، ويعني ان شاء الله يعني تبقى نهايه سعيده، ويعني على خير ان شاء الله. طبعا
طبعا قبل ما ابدا اتكلم في اي حاجه بخصوص الحلقه والتوقعات واللعيبه وهنكابتن مين، حابب اوجه لكم رساله شكر كبيره جدا من عندي هنا، لان طبعا انا عارف بيبقى مستوى بقى ان الناس تتفرج على الفيديوهات بيبدا يقل خلاص مع نهايه الموسم، فحابب ان اكبر عدد من الناس اللي بيتابعني وبيشوفني يسمع الكلام اللي انا عايز اقوله ده. هو فعلا حقيقي انا حابب اشكر كل واحد فيكم، يعني لو اطول اقعد اشكركم اسم، حابب اشكركم كلكم جدا على الدعم الكبير اللي قدمتوه لي طول الموسم. وتاكدوا يعني ان انا وجودي في القناه وعلى اليوتيوب واستمراري والحلقات اللي بنزلها ويعني المجهود اللي بنحاول نعمله في القناه هنا علشان نسعدكم ونعمل لكم محتوى كويس ينال رضاكم ويكون مناسب ويعني يساعدكم في اللعبه. ويعني بحاول على قد ما اقدر اجتهد، يعني الحمد لله بحاول اقضي على قد ما اقدر طبعا اجتهد، فكل ده بفضلكم، بفضل تشجيعكم، بفضل دعمكم ليا. فحابب اشكركم جدا على المجهود اللي عملتوه معايا وبذلتوه معايا طول الموسم، ويعني نتقابل على خير ان شاء الله السيزون الجاي، وممكن برضو في الصيف نبقى نلعب فانتزي اليورو ان شاء الله. طبعا زي ما حضراتكم قلت لكم في حلقه النصائح، لو لسه ما شفتهاش هتلاقيها من الاي اللي فوق ديت، ان الجوله ديت هتتلعب يوم الاحد ان شاء الله، ما عادش خلاص في سبت ممتاز، الموضوع انتهى خلاص. الحد ده هيبقى فيه الماتشات كلها بتتلعب في توقيت واحد، هيبقى الساعه السادسة تقريبا مساء بتوقيت القاهره، يعني 6 المغرب تقريبا. وطبعا ده معناه ان الديدلاين بتاعنا هيكون اخره الساعه 4:30 عصرا بتوقيت القاهره، فيعني اظبط منبهك وظبط دنيتك عشان تغييراتك ما تروحش عليك، مش في اخر جوله بقى يعني التغييرات تروح عليك وتتخزوق فيها. وطبعا اكيد هنكون مع بعض ان شاء الله لايف قبل الديدلاين، يعني ممكن نكون مثلا على الساعه 3 الظهر تقريبا نطلع لايف، نحاول بقى نتابع التسريبات من بدري كده قبل الديدلاين بساعه ونص تقريبا، علشان نبقى متابعين كده، نشوف كده ايه مين اللي هيكون دكه، مين هيبقى روتيشن، والدنيا تبقى ماشيه ازاي. فان شاء الله انتظروني في اللايف قبل الديدلاين على الساعه 3 الظهر ان شاء الله باذن الله. هنبدا مع بعض فقرتنا الاولى وهي فقره توقعاتنا للماتشات. والمباراه الاولى عندنا هتجمع ما بين ارسنال وبين ايفرتون، مباراه بتتلعب على ارض وسط جماهير في ارسنال في ملعب الامارات. تاريخ مواجهات بيجمع ما بين الفريقين عايزين مشاهد كبير الى حد ما، وطبعا بيميل باكتساح لصالح ارسنال، ان حرفيا ارسنال كل ما بتشوف ايفرتون في وشها بتسففها نجيله الملاعب، خصوصا لو كانوا بيلعبوهم على ارضهم وسط جماهيرهم في ملعب الامارات، لدرجه ان ايفرتون في تاريخها ده كله النادي العريق ده كله ما عرفش يكسب ارسنال غير على ارضه مرتين اتنين بس. طبعا كلنا عارفين ارسنال عدت بسنين عجاف كتيره، نقدر نقول ان ارسنال داخل الجوله ديت لاست مان ستاند، خلاص هو الوحيد اللي قادر يقف قدام السيتي لغايه الجوله الاخيره. طبعا ده في محاوله بائسه للعب على خطف لقب الدوري، طبعا قاعد منتظر المعجزه اللي ممكن تحصل في ملعب الاتحاد، ان السيتي يتعثر قدام وست هام سواء بالتعادل او بالخساره، وساعتها ارسنال يكسب الدوري. ولكن طبعا عارفين ان الموضوع هيكون صعب جدا، لكن بالرغم من كده وفي كل الاحوال اعتقد في كل الاحوال هنشوف ارسنال بتكسب المباراه ديت، ويمكن تطلع فيها كلين شيت، ويمكن تكسب بسكور كمان. واعتقد الماتش ده ميته يخلص 3-0 4-0 لصالح ارسنال. المباراه اللي عندنا بعد كده هتجمع ما بين فريق نيوكاسل وفريق برينفورد، المباراه دي بتتلعب على ارض وسط جماهير فريق برينفورد. تاريخ المواجهات بيجمع ما بين الفريقين عايزين مشاهد مش كبير، ولكن اقدر اقول لك ان فريق برينفورد عمرها ابدا ما عرفت تكسب فريق نيوكاسل لا على ارضها ولا بره ارضها. المواجهات اللي بتجمع ما بين الفريقين ما بيكونش فيها اي كلين شيت. طبعا فريق برينفورد داخله الجوله ديت يعني مش عايزه حاجه من الدوري، خلاص هي ضمنت البقاء وما عادش بتلعب على حاجه ومش عايزه حاجه ونازله تلعب فور فن. الناحيه الثانيه نيوكاسل داخله في محاوله بائسه يعني يائسه نقدر نقول ان هي تحاول تخطف المركز السادس، لكن طبعا هي بتحاول تعمل ده ومستنيه على الناحيه الثانيه تشيلسي يخسر، لكن برضه نفس الكلام ده هيكون شيء صعب جدا. صحيح فرق برينفورد الفتره الاخيره نقدر نقول ان هي متميزه دفاعيا، لكن صدقني عزيزي المشاهد اللي ممكن يخلي فرقه زي فرقه نيوكاسل ما تعرفش تسجل في ماتش زي ده او ما تسجلش اهداف كتير زي ما احنا متعودين هي النفسيه عزيزي المشاهد. غالبا ممكن نشوف فرقه نيوكاسل نازله محبطه نفسيا، زهقانه ومتضايقه لانها طبعا ما عرفتش تنافس الموسم ده بشكل كويس وتخطف اي مركز من المراكز المؤهله لاي بطوله اوروبيه الموسم الجاي، غير اصلا ان نيوكاسل بره ارضها اصلا مش احسن حاجه. يعني اعتقد ان الماتش ده ممكن ينتهي ميته بالتعادل ما بين الفرقتين. المباراه اللي عندنا بعد كده هتجمع ما بين مانشستر يونايتد وفريق برايتون، برايتون بتتلعب على ارض وسط جماهير فريق برايتون. تاريخ المباراه بيجمع ما بين الفرقتين عايزين المشاهد مش كبير، ونقدر نقول ما حدش فيهم كعبه على التاني، خصوصا بعد قدوم ديزيربي اللي دايما خلى المواجهات اللي بتجمع ما بين برايتون ومانشستر يونايتد دايما بتكون مواجهات رخمه، ان فرقه برايتون دايما بتكون ند خصم وصعب قوي جدا لمانشستر يونايتد، خصوصا لما بيروحوا يلعبوهم على ارضهم وسط جماهيرهم في ملعب برايتون. درجه المواجهات اللي جمعت ما بينهم في اخر 3 سنين مانشستر يونايتد ما عرفش تكسب في برايتون على ارضهم وسط جماهيرها. طبعا برايتون داخل الجوله ديت بيعاني من غيابات واصابات كتيره كان بيعاني منها طول السيزون، واخرها وابرزها واهمها هو دنك على مستوى الدفاع اللي طبعا هيغيب الجوله ديت للاصابه. ونقدر نقول ان احوال مانشستر يونايتد الجوله ديت احسن بكتير من الجولتين الثلاثه اللي فاتوا، خصوصا بعد عوده الكثير من اللاعبين اللي كانوا بيعانوا من الاصابه الفتره اللي فاتت. برايتون خلاص ما عادش عايز حاجه من الدوري، ما بيلعبش على حاجه، فقد فرصته في اي حاجه ممكن ينافس عليها. الناحيه الثانيه نفس الفكره مانشستر يونايتد ما عندوش حاجه يعني يقدر يعملها، ونقدر نقول
نقول موقفه ضعيف بنسبه كبيره في اي مكسب ممكن يعمله او انه يلحق باي مركز من مراكز مؤهله للبطوله الاوروبيه الموسم الجاي. غالبا نقدر نقول تنهاج ومانشستر يونايتد قاعدين بينتظروا فرصتهم في الفوز في طبعا نهائي الكاس قدام مانشستر سيتي، لان مكسبهم في المباراه ديت بيأهلهم مباشره ان هم يلعبوا في اليوروبا ليج. وطبعا فكره بقى ان هم يلحقوا بالمركز السادس وياخدوه من تشيلسي اعتقد طبعا ده صعب جدا، خصوصا ان حتى لو كسبوا وتعادلوا في عدد النقط فرق الاهداف مش في صالحهم. عشان كده ما استبعدش ان تنهاج يبقى نازل المباراه ديت مستبيع مش فارق معاه، ممكن يعمل شويه روتيشن، يعني يقعد ناس اللعيبه المهمه بالنسبه له لو عايز يحافظ عليهم، مثلا واحد زي برونو فرنانديز ويوفروا الماتش الكاس المهم قدام السيتي. ولكن غالبا بالاصابات والغيابات الموجوده في فرقه برايتون ممكن يكون برضو ديزير بيعمل شويه روتيشن، ممكن اشوف الماتش ده بيخلص صالح مانشستر يونايتد على اقل تقدير 2-1. اما المباراه اللي عندنا بعد كده هتجمع ما بين فرقه بيلي وفرقه نوتنجهام فورست، راضيه تتلعب على الارض وسط جماهير فرقه بيلي. تاريخ المواجهات اللي بيجمع ما بين الفرقتين عايزين المشاهد ما فيهوش غير لقاء واحد جمع ما بينهم في النص الاولاني من الموسم، ونقدر نقول كان انتهى بالتعادل الايجابي ما بين الفرقتين. طبعا نوتنجهام فورست ضمنت البقاء في الدوري حتى لو لوتن تاون كسبت الماتش بتاعها، لان فرق الاهداف طبعا لصالح نوتنجهام. فرقه بيلي نفس الكلام، ما عادش عايزه حاجه من الدوري خلاص، هي ضمنت الهبوط رسميا بشكل اكيد. طبعا الموسم الجاي هتنزل الشامبيونشيب، يعني ما استبعدش ان الفرقتين يبقوا نازلين يلعبوا فور فن، ما فيش حاجه بيلعبوا عليها، ممكن يكون في روتيشن عنيف في صفوف كل من الفرقتين، وطبعا ما فيش اي دوافع ممكن اي من الفرقتين يلعبوا عليها، وعشان كده مش هتفاجئ لو شفت الماتش ده بيخلص بالتعادل ما بين الفرقتين. اما المباراه اللي عندنا بعد كده هتجمع ما بين فرقه بورنموث وفرقه تشيلسي، بعض بتتلعب على الارض وسط جماهير فرقه تشيلسي في ستانفورد بريدج. تاريخ المواجهات اللي بيجمع ما بين الفرقتين عزيزي المشاهد مش كبير، ولكن بيميل شويه لصالح فرقه تشيلسي. نقدر نقول ان اخر فوز لصالح فرقه بورنموث على فرقه تشيلسي كان من 2019، ومن ساعتها تشيلسي حرفيا بتعرف تحط على فرقه بورنموث، واغلب المواجهات اللي بتجمع ما بين الفرقتين ما بيكونش فيها اي كلين شيت. فرقه بورنموث خلاص ما عادتش عايزه حاجه من الدوري، ما عندهاش اي دوافع، ما بتلعبش على اي حاجه وضامنه البقاء وما فيش اي مشكله بالنسبه لها، وطبعا بتلعب بره ارضها وبعيد عن جماهيرها، وطبعا اكيد ما حدش منتظر منها حاجه كبيره قوي يعني في الماتش ده. والله اعلم ممكن اراولا يفكر له في شويه روتيشن برده ما فيش مانع. لكن بقى على الناحيه الثانيه فرقه تشيلسي عايزه تضمن على حظوظها في التواجد في اي مركز مؤهل للبطوله الاوروبيه الموسم الجاي، عشان كده هشوف تشيلسي نازله بالقوه الضاربه كل لاعبتها علشان تضمن على الفوز في الماتش ده وتاخد الثلاث نقط. بصراحه اعتقد يعني ان فرقه تشيلسي هتكسب عادي بسهوله، يعني ما اعتقدش الموضوع هيبقى صعب، خصوصا ان فرقه بورنموث بره ارضها مش عظيمه، وطبعا لو اراولا عمل شويه روتيشن برده الموضوع هيبقى سهل شويه بالنسبه لفرقه تشيلسي. ويعني برده احنا برده الفتره الاخيره شايفين في تطور كبير في فرقه تشيلسي، سواء كان على المستوى الفردي للعيبه او حتى على مستوى الجماعي. واعتقد بصراحه ان الماتش ده هيخلص صالح فرقه تشيلسي، ميته يكون مثلا 2-1 3-1 لصالح تشيلسي. اما المباراه اللي عندنا بعد كده هتجمع ما بين كريستال بالاس واستون فيلا، بعد تتلعب على الارض وسط جماهير فرقه كريستال بالاس. تاني المواجهات اللي بيجمع من الفرقتين عايزين المشاهد كبير، وطبعا بيميل لصالح فرقه استون فيلا. اقدر اقول لك ان في اخر 3 سنين المواجهات اللي جمعت ما بين الفرقتين كريستال بالاس ما عرفتش تكسب فرقه استون فيلا غير مره واحده بس، لكن طبعا ده كان زمان قبل قدوم جلازنر وثلاثي الرعب ماتيتا وايزي واوليسيه، الراجل اللي خلاهم الفتره الاخيره من الموسم في فورمه الوحش. طبعا في الظروف الطبيعيه في الظروف العاديه هقول لك اتوقع استون فيلا تكسب المباراه دي، لكن خلاص استون فيلا اتاهلت رسميا للتشامبيونز ليج الموسم الجاي واحتفلوا وانبسطوا وما عادوش عايزين حاجه خلاص. عشان كده ممكن تلاقي بقى اوناي امري يعملوا شويه روتيشن، ينزل شويه لعيبه يديهم فرصه، يريح بعض اللعيبه الاساسيه اللي اتبهدلت طول الموسم. الناحيه الثانيه كريستال بالاس على ارضها ووسط جماهيرها اكيد يهمها ان هي تفنش الموسم بتاعها بشكل كويس، خصوصا قدام جمهورها. مش بعيده الاقي تاني ماتيتا وايزي واوليسيه راكبهم فورمه العفريت، خصوصا ان الثلاثي عندهم فرصه كويسه جدا للرحيل عن صفوف الفريق بعد نهايه الموسم. انت بس بتتكلم على واحد زي ماتيتا مطلوب في فرقه زي نابولي، ايزي واوليسيه مطلوبين في اليونايتد والسيتي وتشيلسي، طبعا اكيد هشوفهم بيبدعوا في الجوله دي. مش بعيده اشوف كريستال بالاس على ارضها ووسط جماهيرها بتنصب السيرك تاني زي ما عملته في الكام جوله اللي فاتوا. مش بعيده اشوفهم بيكسبوا المباراه ديت ويمكن كمان بسكور كمان. اما المباراه اللي عندنا بعد كده هتجمع ما بين فرقه وولفرهامبتون وفرقه ليفربول، بعد تتلعب على الارض ووسط جماهير ليفربول في الانفيلد. تاريخ المواجهات اللي بيجمع ما بين الفرقتين عايزين المشاهد مش كبير قوي، ولكنه طبعا بيميل لصالح فرقه ليفربول، واغلب المواجهات اللي بتجمع ما بين الفرقتين عايزين المشاهد ما بيكونش فيها اي كلين شيت. طبعا دي المباراه الختاميه الوداعيه لفرقه ليفربول في جماهيرها في الانفيلد، ومش بس وداعيه الفرقه لجماهيرها، لا دي كمان وداعيه الفرقه والنادي لكلوب. مش بس كلوب بس اللي هيمشي من الفريق، لا ده هيمشي معاه كمان تييجو الكانتارا وماتب، ويمكن يكون معاهم محمد صلاح، لسه هنشوف. طبعا على الناحيه الثانيه فرقه وولفرهامبتون خلاص ما عادش عايزه حاجه من الدوري ومش فارق معاها حاجه، والدنيا خلاص لطيفه بالنسبه لها، وممكن يشوف جاري اونيل بيعمل شويه روتيشن ويجرب شويه لعيبه وينزلهم يلعبهم في الانفيلد. هو كده كده عارف ان الماتش هيكون صعب عليه، وهو غالبا اصلا فرقه وولفرهامبتون ما كسبتش في تاريخها ده كله ليفربول في الانفيلد غير مره واحده. لا
ممكن نشوف فرقه ليفربول بتتالق الجوله دي. اكيد يورجن كلوب هينزل بالقوه الضاربه بالتشكيله بتاعته الكامله الاساسيه علشان يقدم عرض مميز وعرض كويس ووداعيه طالق بيه، وبرضه هتلاقي اللعيبه بتموت نفسها برضه علشان تعمل ماتش كويس. فبقى اللي ممكن يقلق في المباراه ديت ان طبعا اكيد كلوب هيحب يدي فرصه لكل الناس اللي معاه كلهم يلعبوا ويشاركوا في المباراه دي. مش بعيده تلاقي بقى عناصر اساسيه زي محمد صلاح وجاكبو ولويس دياز والناس دي طبعا العالم اللذيذ دي تلاقي بتبدل ما بين الشوطين بقى، سواء طلعوا مثلا لعبوا الشوط الاولاني وطلعوا ما بين الشوطين او دخلوا ما بين الشوطين يلعبوا الشوط الثاني. يعني ممكن ما تلاقيش روتيشن في ليفربول من اول المباراه، لكن ممكن تلاقيه في نصه بعد كده بين الشوطين. ولكن في اغلب الاحوال يعني مش عايزه فتاكه، يعني اكيد هنشوف ليفربول بتكسب المباراه ديت، ممكن نشوف فيها سكور وعلى اقل تقدير مثلا تنتهي بنتيجه 3-0. المباراه اللي عندنا بعد كده هتجمع ما بين فرقه فولهام وفرقه لوتن تاون. المباراه دي بتتلعب على ارض وسط جماهير فرقه لوتن تاون. تاريخ المواجهات بيجمع ما بين فرقتين عايزين مشاهد في الدوري الانجليزي الممتاز، ما فيهوش غير لقاء وحيد فيه قدرت فرقه فولهام تكسب فرقه لوتن تاون بالعافيه 1-0. طبعا المباراه دي هتكون مباراه الوداعيه بالنسبه للوتن تاون وجماهير لوتن تاون للبريمير ليج على ارضهم وسط جماهيرهم. الحلم عزيزي المشاهد اللي عاشوا سنين طويله يحاولوا يحققوه من كان ايام ما كانوا في الدرجه الخامسه، مرحله اللا دوري، وعاشوا رحله كفاح ملهمه ضربتهم فيها المشاكل والصراعات، وقدروا في النهايه يحققوا حلمهم يوصلوا للبريمير ليج. اللي في الماتش ده هيودعوا حلمهم عزيزي المشاهد. عشان كده ممكن نشوف الماتش ده ماتش ملحمي قوي عاطفي بين الجماهير واللعيبه والمدرب اللي هيرحل عن صفوف الفريق بعد نهايه الموسم، اللي طبعا عاش معاهم رحله الكفاح دي. عشان كده هشوف فرقه لوتن تاون بتقطع نفسها في الماتش ده عشان تعمل اداء كويس بالنسبه لها، الاداء الاخير في البريمير ليج على ارضها ووسط جماهيرها، وطبعا وداعيه بالنسبه لهم للمدرب بتاعهم. ممكن نشوفهم بيموتوا نفسهم في الملعب وبيقدموا كل اللي يقدروا عليه. وطبعا بقى على الناحيه الثانيه فرقه فولهام خلاص مصيفه ما عادش عايزه حاجه من الدوري، يعني ممكن برضه نشوف فيه شويه روتيشن في صفوف فرقه فولهام. ممكن نشوف في النهايه الماتش ده بيخلص صالح فرقه لوتن تاون، واعتقد ممكن يكون الماتش ده ميته ينتهي مثلا 2-1 صالح فرقه لوتن تاون. اما المباراه اللي عندنا بعد كده هتجمع ما بين مانشستر سيتي وفرقه ويست هام. المباراه دي بتتلعب على ارض وسط جماهير فرقه مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد. تاريخ المواجهات بيجمع بين الفرقتين عايزين مشاهد كبير الى حد ما، وطبعا بيميل لصالح فرقه مانشستر سيتي. واغلب المواجهات اللي بتجمع ما بين الفرقتين ما بيكونش فيها كلين شيت، واقدر اقول لك عزيزي المشاهد ان مانشستر سيتي من ساعه ما جه جوارديولا كل ما بيقابل فرقه ويست هام بيحط عليه. طبعا انا هحاول استرسل شويه في الماتش ده عشان هيكون مهم من ناحيتين، الناحيه الكرويه والناحيه الفانتازيه. خلي بالك ان فرقه ويست هام الفتره الاخيره بالذات في نهايه الموسم نقدر نقول مش بتعيش افضل احوالها، وان حرفيا بتعاني على مستوى الدفاع. ومش هقدر اقول لك مثلا دفاعهم وحش او دفاعهم ضعيف، لا ده دفاعهم كارثه. وطبعا السيتي نازل الماتش ده هو ماتش التتويج بالنسبه لهم بالدوري. السيتي محتاج انه يفوز في الماتش ده ولا بديل غير الفوز علشان يضمن على صداره الترتيب ويحصل على لقب الدوري. المشكله بقى ان السيتي لما بيتحط تحت ضغط بالمنظر ده او يلعب مباريات حساسه بالمنظر ده غالبا بيغلط كتير، بيبقوا قلقانين، بيبقوا متوترين، متسرعين. صحيح على الناحيه الثانيه الخصم هو ويست هام، بس تعالى بقى شوف واحد زي باكويتا، الراجل طبعا المطلوب في السيتي السنه الجايه، ساعتها هيقلب رونالدينو. وبوين بسرعاته وتحركاته اكيد عايز يعمل حاجه كويسه ويعمل لقطه كده عشان يروح للمنتخب. الناحيه الثانيه قدوس طبعا اللي عايز يخدم زميله في المنتخب، وسبارتي من فرقه ارسنال قال يعني هو اللي هيجيب له الدوري. طبعا غير القوه البدنيه وذكاء انطولي في التحركات، لا فعلا الماتش ده ممكن يكون صعب على السيتي، خصوصا ان السيناريو ده شفناه قبل كده من موسمين فات. ما كان الفرق ما بين ليفربول ومانشستر سيتي برضه نقطه واحده، وكان ساعتها وولفرهامبتون بيلاعب ليفربول في الانفيلد، السيتي كان بيلعب واستون فيلا، واستون فيلا ساعتها كان اللي بيدربهم ستيفن جيرارد، وقال لك بس ده هيحاول بقى يخدم فرقه ليفربول فرقته القديمه وكان كابتنها، ويحاول يهدلهم الدوري ويحاول يتغلب على السيتي او يخليه يتعثر ويتعادل معاه. فعلا ساعتها شفنا السيتي بيعاني في الماتش ده. صحيح ساعتها ما كانش معاهم هالاند، بس لا فعلا السيتي لما بيتحط تحت ضغط وبيلعب ماتشات حساسه يعني ما الموضوع بالنسبه له ما بيكونش سهل قوي. لكن في النهايه يعني بغض النظر عن كل اللي انا حكيته لك ده اكيد هنشوف السيتي في الاخر بيكسب. ممكن يكسب بس اكيد مش هتبقى بالسهوله اللي احنا متخيلين. غير اصلا ممكن تلاقي نفسك متفاجئ بديفيد مويز بيعمل روتيشن عنيف على مستوى الفرقه علشان يبقى يخسر بكرامته، ساعتها يقول لك انا خسرت عشان اعمل روتيشن وانا بلعب بالاساسيين. لكن غير كده وغير كل الكلام ده السيتي ان شاء الله هو بطل الدوري الموسم ده. المباراه اللي عندنا بعد كده هتجمع ما بين فرقه توتنهام وشيفيلد يونايتد. المباراه دي بتتلعب على الارض وسط جماهير في شيفيلد يونايتد. تاريخ المواجهات بيجمع ما بين فرقتين عزيزي المشاهد مش كبير، وطبعا بيميل صالح فرقه توتنهام. اغلب المواجهات اللي بتجمع ما بين الفرقتين اغلبها ما بيكونش فيها اي كلين شيت. بص عزيزي المشاهد، هو توتنهام فرقه قويه وطبعا بينافس على المركز الخامس وعايز يضمن عليه. شيفيلد يونايتد على الناحيه الثانيه هي هبطت خلاص، انا مش عارف اجيبها لك ازاي. توتنهام لما بتلاعب شيفيلد يونايتد على ارضها وسط جماهيرها
بتعاني شويه، رغم ان اسوأ ماتشات شيفيلد اللي عملتها الموسم ده كانت على ارضها وسط جماهيرها. بس طبعا المفروض ده الماتش المفروض النهائي الختام الوداعيه ما بين شيفيلد وبين جماهيرها. المشكله بقى مش في كل ده، المشكله ان انجي بوستوكوغلو الجوله اللي فاتت بعد نهايه ماتش السيتي وتوتنهام خبط شويه في الاداره، وخبط شويه في النادي، وخبط شويه في الجماهير، وخبط شويه في اللعيبه. حتى اللعيبه ما بينهم وبين بعضها شفناهم بيخبطوا في بعض. يعني مثلا شفنا واحد زي فيكاريو قبل تنفيذ ضربه الجزاء شايفينه بيتخانق مع روميرو. الجماهير اللي كانت عماله تهتف وعايزه السيتي يكسب ومش عايزه توتنهام يخلي السيتي مثلا يتعادل معاه او يخسر قدامه. يعني اقدر اقول لك ان الاجواء في توتنهام مش ولا بد. يعني انت لو عامل حسابك في المباراه ديت ان توتنهام هتنتفض وتقوم وتفرغ كبتها وشحنها وتضغط فرقه شيفيلد يونايتد وتكسبها بسكور، خايف اقول لك ممكن تبقى غلطان. في احتمال تكسب بس مش بالسهوله اللي انت متخيلها. يعني ممكن مثلا تكسب 1-0 2-1 على اقصى تقدير. بكده فقره التوقعات بتاعتنا تكون خلصت. طبعا نشوف الفقره اللي عندنا بعد كده، وهي اهم اللعيبه المتوقع تالقها ولازم تكون في تشكيلتنا. وطبعا بما ان احنا مش عارفين مين هيكون اساسي ومين هيكون دكه في الجوله دي، مين اللعيبه اللي الروتيشن هيطولها ونلاقيها دكه، خليني اكلمك غالبا عن الاسماء اللي ممكن لو لقيناها طبعا اساسيه دي تكون في تشكيل. انت بتتكلم مثلا عن واحد زي تروسارد وهافرد من ارسنال ممكن نشوفهم بيعملوا حاجه، ارنولد وصلاح وجاكبو من ليفربول ممكن نشوفهم بيعملوا حاجه، كونكو وجاكسون وبالمر وجوستو من فرقه تشيلسي ممكن نشوفهم بيعملوا حاجه، جونسون وماديسون من توتنهام ممكن نشوفهم بيعملوا حاجه، هالاند وفودن وجفارديول من السيتي برضه ممكن نشوفهم بيعملوا حاجه، ايزي واوليسيه وماتيتا من كريستال بالاس برضه ممكن نشوفهم بيعملوا حاجه، إبس وايت من نوتنجهام علشان عايز ينضم للمنتخب، ديبايو ودوتي من فرقه لوتن تاون، ويم وتوني من فرقه برينفورد، وتوني يحب يحط حاجه كده ويودع الجماهير قبل ما يمشي، ويلسون من نيوكاسل لو رجع ولعب اساسي الجوله دي ممكن برضه نشوفه يخطف حاجه، إلبيك من فرقه برايتون اللي دايما بيحب يهدف في مانشستر يونايتد ما تفهمش ليه برضه ممكن نشوفه بيعمل حاجه، هويلاند وراشفورد من مانشستر يونايتد برضه ممكن نشوفهم بيعملوا حاجه. يعني غالبا بنسبه كبيره دي الاسماء اللي ممكن نشوفها بتعمل حاجه الجوله دي. نيجي بقى للفقره الاخيره عندنا المحببه الى قلبي، وهي فقره نكابتن مين اللي اكيد هتفرق مع ناس كتير. بس بقى عزيزي المشاهد، هلا هلا على الجد والجد هلا هلا عليه. ترتيب كده علشان نكون واضحين ويعني على ميه بيضاء. الكابتنه المضمونه الجوله ديت بالترتيب: المركز الاول هالاند، بعديه بالمر، بعديه ساكا، بعديه سون، بعدين صلاح. اشمعنى سون وصلاح في الاخر؟ يعني انا صلاح ما اناش ضامنه يلعب الشوطين، ممكن يلعب شوط ويريح شوط. سون برضه ممكن اتفاجئ الاقيه ما بيبداش الجوله ديت وبيكون على الدكه. يعني بقى دول مش مضمونين، لكن المضمونين الثلاثه الاولانيين هالاند وبالمر وساكا. بقى لو عايز كابتنه ديفرنشال مضمونه الى حد ما تفرق في الترتيب والرانك بتاعك، ممكن تفكر في واحد زي هافرز، زي ايزي او اوليسيه او ماتيتا، جاكبو من ليفربول، فودن من السيتي، كلها كابتنات ديفرنشال مضمونه الى حد ما. اما بقى لو عايز كابتنه ريسك يعقبها الندم، ممكن تفكر في واحد زي نكونكو لو كان اساسي. ليه لا؟ ممكن تفكر في دي بروين برضه لو لعب وكان اساسي. يعني اقدر اقول لك دي ابرز الاسماء اللي ممكن تفكر فيها في الكابتنه الريسك المجنون. بس كده نكون وصلنا لحلقتنا النهارده، اتمنى الحلقه تكون عجبتك ما تكونش طولت مني. طبعا نهايه كده خلاص الفانتزي بالنسبه لنا، اخر حلقه توقعات عملناها، خلاص ما عادش في اي جولات تانية، خلاص ما عادش في نصايح، ما عادش في توقعات. الجوله الاخيره جوله حظ بنسبه كبيره، انت ونصيبك. مساله الروتيشن ومساله بقى اللعيب ده بيلعب على ارضه ولا بره ارضه والكلام ده كله بيفرق بقى، مين عنده دافع ومين ما عادش عنده دوافع والكلام ده، الحاجات دي كلها بتفرق في الجوله الاخيره. حاول ما تضغطش على اعصابك، ما تزعلش، ما تتضايقش، استمتع بالجوله الاخيره من الموسم. الموسم خلص خلاص، ما عادش في حاجه يتزعل عليها، الموضوع انتهى بالنسبه لك. يا بتحافظ على ترتيبك والرانك بتاعك، يا بتحاول تحسنه، يا يعني بتلعب فور فن. حاول تستمتع باللحظات الاخيره من الدوري الانجليزي الممتاز وفانتزي الدوري الانجليزي الممتاز، واتمنى الخير والسعاده والتوفيق لكل الناس، ونتقابل على خير في لايف الديدلاين ان شاء الله، وارجوكم دايما خليكم معايا.